اسمع واسمعوا كلكم، كان ممكن يبقى كتير من المصريين رايحين على دول تانية. فالفضل هنا مش لحد، الفضل هنا لله. ولما بقول لكم كده الناس بتستغرب قوي، يقول انت بتقول كده ليه؟ مش انت كنت انت اللي اتحركت؟ ده ربنا نجاكوا يا مصريين. انت بتتكلم على بتقول لي 25 يناير وانعزلت عن العمل السياسي 7 سنين من بعدها عشان الحكايه. يا سيدي هو اللي عمل الانتخابات وجاب الناس مين؟ انا اللي جبتهم. ما تردوا عليا. انا اللي جبت الناس دي. الشعب. لا يا فندم. انا بتكلم بجد. الشعب. مش انتوا عملتوا اتعملت حاله، الحاله دي افرزت، الدوله فكت، والاساس اللي كان موجود قبل كده ما بقاش موجود. وبعدين حصل ايه؟ عملنا انتخابات، البرلمان جاب اللي انتوا شفتوه، صح كده؟ طيب مش راضيين، ما رضيتوش ليه؟ طيب كويس. وبعدين عملتوا انتخابات رئاسيه جابت اللي انتوا شفتوه. يعني خراب في خراب يعني. والله العظيم يعني خراب في خراب يعني. طب انت عشان تتخلص من الخراب ده اكمنك ما شفتش تداعياته وربنا يسلمها عليك، جاي تطلب كل حاجه كامله، جاي تطلب كل حاجه كامله وكأن البلد ما كانتش في ازمه كبيره جدا جدا. انا عايز اقول لك على حاجه واقول لك يا دكتور شادي، احنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد احداث 25 يناير. مش كده؟ لا غير الارهاب، غير الارهاب. انت الاحتياطي بتاعك اللي كان موجود خلص في 1.5 سنة، اللي انت قعدت 7 10 15 سنه تكونه. ولا انا بقول يا دكتور معيد 20 تكونه في 15 20 سنه الدوله ماتت عقبال ما عملته. انت جيت في من 25 يناير لغايه للانتخابات كنت مخلص عليه. طب هو بيرجع يعني يعني بيرجع ازاي يعني؟ هو بيرجع ازاي يعني؟ بعدين جه مشي راح ضارب الكنايس وضارب الجوامع وضارب محطات الكهرباء وضرب كل شيء. ويزعل اخويا عبد المنعم يقول لي ايه؟ طب والناس اللي موجوده ده انقاذ وطن. ده ايه؟ انقاذ وطن. لا ده اللي هيحاسبني عليه مش انت، ده مش انت اللي هيحاسبني عليه، ربنا. يقول لي ضيعت ال100 مليون خليتهم مشردين في كل حته. انا ما بخافش ابدا، ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي. خراب ودمار. اوعى تنسوا. مش تقول لي يا ترى الحوار هيوصل لايه؟ انت بتطلب الحد الاقصى في كل شيء ليه؟ اسمع، الدوله دي عشان تصرف كويس عايزه 2 تريليون دولار في السنه. معاك المبلغ ده هتعمل استحقاق دستوري ازاي للتعليم؟ مش بتقولوا كده؟ انت عايزين نضحك عليكم كلكم؟ تقول لي استحقاق دستوري للصحه. هو انا معايا فلوس للكلام ده؟ انا الدوله، مش انا عبد الفتاح. الدوله المصريه معاها اموال لل100 مليون تعمل لهم تعليم. 25 مليون بني ادم في التعليم الاساسي. عايزين اكتر من 400 500 مليار جنيه تعليم. طب انت بتديهم كام؟ ده انا بقول لو 10,000 جنيه للفرد للطالب يعني. انما الطالب بيتكلم عشان تديله تعليم زي الدول المحترمه والدول اللي عندها القدره 10,000 دولار. يعني عايز مني 250 مليار دولار. اجيبه منين؟ انا اجيبه منين ولا مصر تجيبه منين؟ ونفس الكلام للصحه. الارقام المطلوبه مش موجوده يا جماعه، ولازم احنا كلنا نبقى موجودين على ارض الواقع.